ها واحد السلام عليكم. اليوم نسافروا بكم لعالم العباقرة. تخيل معايا عزيزي المشاهد انك ما عليك ما بك تجيك ضربة في الراس، وبين ليلة وضحاها كتحول من انسان عادي ما عنده لا مع حساب لا مع معادلات الانسان عبقري. يجيب لك الله بحال الا كندوي على الخيال العلمي ولا شي فيلم، اما راه هاد الشيء وقع بصح. فحل معايا داك الراس ويلا بينا. جيسون بادجيت مواطن امريكي تزاد في 1971، كان بائع اتات عطيها غير الزهو والنشاط. واحد النهار كيف عادته جاي خارج من واحد البار ما عليه ما به، تا كيوقفوا عليه جوج شفاره وبقاو عليه هك بالك للراس، تتصاب بارتجاج في المخ. الاطباء قالوا غادي ياثر عليه سلبا وينقص من القدرات العقليه ديالو، الى انه وقع العكس ولا عبقري. الناس اللي عندهم الشفاره رادين انسان عادي العبقري. حنا عندنا هنا لا داروا معاك المزيان كيخليو لك خريطه الموزنبيق في الوجه تفكرهم بها مره. ما علينا، السيد بدا كيشوف المعادلات قدامه وبدا كيحل المعادلات اللي صعيبه حتى على العلماء، ولا كيرسم رسومات هندسيه معقده. ومن كنقول معقده يعني ماشي خصك غير الموهبه في الرسم باش ترسمها، راه تيخص تكون عندك معرفه كبيره بالرياضيات واللوغاريتمات. وبالنسبه للناس اللي ما عرفوش علم اللوغاريتمات باش ما يضركمش راسكم، وهو جزء من اجزاء علم الجبر. ولا ذكرنا الجبر وحنا مسلمين يعني نذكروا اساس ديالو اللي هو الخوارزمي، من بعد ندير عليه شي حلقه في خاطر صحاب راه الاسلام كيخلي الفكر محدود. علم اللوغاريتمات ظهر باش يقدر يحلوا العمليات اللي فيها اعداد كبيره، سواء الضرب القسمه الاس ولا الجذور، حيت ما كانش عندهم ديك الساعه الات حاسبه، وكان كيساعد حتى في الملاحه اللي كانت صعيبه ديك الوقت. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. جيسون من بعد ساقوا ليه الاعلام الاخبار، وبين ليله وضحاها ولا حديث المجتمع، ولاو كيتخاطفوا عليه كبار الجامعات باش يستافدوا من العلم ديالو، وحتى الاطباء بغاو يعرفوا اش وقع له في راسو كما حتى انا بغيت نعرف. داروا له مسح ضوئي ولقاو باللي الدماغ ديالو تعرض للضرر وانحرف ليه لشي مناطق اللي قليل من الناس اللي كيقدروا يوصلوا لها، وهي السبب اللي خلاه يولي عقله بهذا الذكاء. المهم دوك الشفاره قادوا ليه الشغل، والصراحه كنت واحد منهم كون مشيت نطالب بحقي. ترى ما كناش ناويين نشفروا، راه غير بغينا نردوا عليكم عبقري وصافي. المهم ماشي غير هاد الحاله اللي كاينه، كاين حتى واحد سميتو اورلاندو سيريا اللي ملي كان في عمره 11 عام ضرباتو كره البيسبول لراسو، ومن بعد بداو كيلاحظوا الاسره ديالو ان القوه ديال الذاكره عنده ولات كبيره بزاف، ولا اي حاجه كيسمعها وكيشوفها كتسجل ليه في الراس، بالاضافه لانه ولا كيطير في الحساب. واش كتفكروا في داكشي اللي كنفكر فيه؟ راه ديك الباله اللي هنا ترى ماشي غير تلفازتنا اللي تا كضرب عاد تولي خدامه. قول لي انت بنادم الكساله بلا ما تحاولوا تجربوا هادشي، راه نسبه ديال انك تولي معاق ذهنيا كبيره بزاف. المهم هاني علمتكم. واخيرا هاد الدائره كتسمى بمتلازمه الموهوب، وكتكون حتى عند الناس اللي فيهم توحد. واللي بغى يعرف بزاف على القصه ديال جيسون بادجيت، ها هو الكتاب كيحكي فيه القصه ديالو كامله. وتحيه لكاع اللي كيشجعونا في التعليقات، راكم في البال واحد